أظن أن أن هذا القرار ربما يكرس انتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، على أساس بالإضافة إلى تجديد مدة عمل المينورسو إلى 31 أكتوبر 2024، كان هناك تبني كل الطروحات التي عبر عليها المغرب من خلال الحل السياسي وتبني مبادرة الحكم الذاتي، التنويه بالتعاون الذي تقوم به السلطات المغربية سواء مع المينورسو أو مع لجان حقوق الإنسان. بالإضافة إلى هذا، وهذه إشارة أساسية، هو أن القرار يبدو أنه اعتمد بشكل أساسي على الزيارة التي قام بها المبعوث الخاص للصحراء لمستورة إلى أقاليم وهذه سابقة، بحيث عاين بشكل واضح كل التطورات التي عرفتها هذه المناطق، وتبين له بأن من يقوم بهذه المجهودات التنموية لا يمكن أن ينطلق من منطلق احتلال أو من منطلق استغلال ثروات معينة، لأن إحياء كل من العيون والداخلة وجعلهما مدن تضاهي ربما مدننا المغربية سباقة إلى الوجود في المملكة، هذا أظهر أن المغرب جعل أو نمى هذه المناطق من منظور وحدوي، ليس من منظور استغلالي. بالإضافة إلى هذا، أن استقباله لممثلين ورؤيته أو التأكد من أن هؤلاء الممثلين انتخبوا بشكل ديمقراطي ويعبرون عن الإرادة ديال سكان هذه الأقاليم، أظهر بأن مبادرة الحكم الذاتي ليست مبادرة خيالية أو مبادرة غير واقعية، إنما هي الآن تطبق بشكل منهجي، سواء من خلال استغلال ثروات طبيعية لصالح ساكنة الأقاليم، أو من خلال تمثيل هذه الساكنة من طرف ممثلين محليين لهذه الأقاليم. وبالتالي مبادرة الحكم الذاتي تبقى طبقت أو بدأت تطبق بالملموس، ويمكن أن تشكل الحل الأنجع والحل الواقعي لهذا النزاع الذي دام ربما أكثر من اللازم. وبالتالي أظن أن التقرير اعتمد بالأساس على مجمل ما جاء في تقرير المبعوث، وأكيد أن هذه المسألة جعلت التقرير في مجمله لصالح المغرب. بل أكثر من هذا، أظن أن الإشارة الأساسية التي ينبغي الإشارة إليها هو بالإضافة إلى امتناع روسيا في التصويت، كانت هناك كلمة المندوب الفرنسي، كانت معبرة بشكل أساسي عن ما كان طلبه المغرب في تعامله مع فرنسا. أظن أن الرد أتى وإن كان متأخرا، لكن أتى بشكل دولي وفي إطار منتظم دولي، وهذا بطبيعة الحال أكيد أنه عكس الدعم ليس فقط الأمريكي، وإنما أيضا لأكثر من 14 من دولة أوروبية، وعلى رأسها بطبيعة الحال انضافت إليها فرنسا. وهذا كله يشكل لبنة أساسية وأرضية أساسية لتطبيق
مبادرة الحكم الذاتي، وهذا ربما هو الذي جعل مثلا المندوب الدائم للمغرب يقول بأن سيكون هذا القرار هو آخر القرارات التي يمكن أن تتخذ في هذا الإطار، وسيكون ربما تكريسا للحل الحاسم لهذا المشكل.